أسرة الإعلام، السلام عليكم. الزول في اللاون. اليوم السيد الوزير الأول جاب لنا برنامج بيان السياسة العامة للحكومة، لكن اليوم نقول نفضل أني نتكلم معاه على بيان السياسة العامة للشعب، يكون أفضل. لكن الشعب هذا لازم نتفقوا، يكون نفس الشعب اللي نتكلم عليه أنا هو نفس الشعب اللي نتكلم عليه أنت، باش نكونوا مع بعضنا برك في خريطة واحدة. أنا وجبهة المستقبل لأني ممثل جبهة المستقبل، نقولوا أولا على بيان السياسة العامة هذا أنه جا خرق صارخ للدستور. المادة 98 راهي واضحة، تقول لك كبيري بعد ما دير برنامج الحكومة تجي تقدمه لنا هنا في البرلمان، بعد مرور سنة تجي تقول لنا الحصيلة وتقول لنا تجيب لنا بيان السياسة العامة. لكن لما تجيب لي أنت سنة 2014 ولا تجيب لي إنجازات من سنة 1999 نقول لك قادر تقولها في مكان واحد آخر، بيان السياسة العامة ماهوش مكانها. كذلك لما تكلمني على إنجازات عظيمة ما نكرهاش، لكن فقط راح نقول لك هل هذه الإنجازات العظيمة والكبيرة الأموال اللي صرت الطائلة عليها، هل هذا سؤال موجه ليك؟ هل نفسها؟ هل تقاربها؟ هل توازيها؟ هذا هو السؤال الذي راه مطروح. وكذلك نحب نرجع لك نفس البيان ونقول لك البيان تاعك راهو يفتقر إلى المصداقية. علاه؟ من الارقام تاعو غير واضحه. شريك لما تبدا لنا وانت تقول لنا قاربت التي قاربت 300 مليار لاكثر من 200 مشروع، فاقت 400 مليار، حوالي 41 ولايه. يعني ما عندك حتى حاجه محددها، ما عندك حتى حاجه في البيان هذا قادر تضغط لنا. وكل قاربت حوالي اكثر من 200، يعني شحال نقدر نقول 300 500 1000 مليار، شحال اكثر من 200 واحد قول لي 202. لذلك انا نقول لك بيانك مشكوك فيه، وكل الاحصاءات اللي ديتها هنا مشكوك فيها للاسف، لانك ما قدرتش تحددها. كما قلت كنتكلموا على شعب واحد، نحب نقول لك السيد الوزير الاول انه الشعب ماهوش فرحان، ودوك نعطيك عليه ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما تزاد معدلات البطاله، الشعب يكون ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما تكون القدره الشرائيه ضعيفه، ولما الراتب تاعو اللي تكلمنا عليه من قبل، مش الراتب تاعي ولا تاعك، الراتب تاع الشعب الزوالي اللي من بين 500,000 و 1800 و 1200، وتكلمنا وتحدثنا كاش ما تكون زيادات مستنينا، ولكن ما كانش لما الراتب تاعو ما يكفيش باش يعيش ويمارس الحياه اليوميه تاعو العاديه. الشعب ماهوش فرحان لما الصحه تكون مريضه، وتكون مريضه، لما كل الشخصيات الوطنيه تخرج تداوي في الخارج، لكن المواطن البسيط يقعد هنا. وما نقولوش بغينا نكذبوا على رواحنا، لانه بزاف من الشخصيات راه يموتوا ويجيبوا الجثمان تاعها من الخارج. لما الصحه نقولوا راهي مريضه، لما نلقاو هذه الامراض هذه بوحمرون اللي تجاوزها الزمن والكوليرا، ومازال ربي يعافينا من بعض الامراض الاخرى اللي نتمناو انها ما تصرناش. الشعب ماهوش فرحان لما مجلس المحاسبه يجي قدام النواب ويقول كاين خروقات كاين تجاوزات، ولكن ما تكون حتى محاسبه. هذا الشعب يكون ماهوش فرحان. نعم يكون ماهوش فرحان لما وزيره الاتصال تقول انا نصدروا الانترنت وصدروها للخارج، تصدر للخارج، وكاين بعض البلديات وبعض القرى والمشاتل اللي راهي معزوله تماما، ما عندهمش كيف يتصلوا ببعضهم، ما عندهمش ولا متعامل. هنا الشعب يكون ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما وزيره تروم وتمنع الصلاه في المدارس، رغم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال علمهم على 7 وربما 10، وقانون يحمي يقول لك في كل مدرسه لازم تكون مصلى. هنا الشعب يكون ماهوش فرحان. نزيد لك الشعب لا ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما الحاجه ما عادش غير المواطن الزوالي اللي ماهوش قادر يروح، لا، حتى الانسان الطبيب والقارئ والفاهم يحرق بالفيزا، انه عاد يشوف ما كانش امل في البلاد. هنا الشعب يكون ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما الدينار تاعو كل يوم يتهاوى بسبب السياسه اللي راكم ديروا فيها، تطبعوا ما عندناش شحال بغيتوا، ولا قدام هزتوا طبعوا، ولا وقتها تحبسوا الطبيعه. الشعب هذا راح يكون ماهوش فرحان. الشعب ماهوش فرحان لما لا يلقى ذوي الاحتياجات الخاصه، يلقاهم ميتين، يلقى الارامل ولا المطلقات اموالهم ما تكفيهمش حتى باش يعقبوا اليوم تاعهم. لكن الشيء هذا نقول الشعب ماهوش فرحان كذلك لما تسويه وضعيه الشباب ازاي الخدمه الوطنيه ما كانش، خليتوهم 30 سنه ومربوطين. انا فقط نحب نقول لهم الشيء هذا انه الشعب ماهوش فرحان، لكن مازال يحلم. نعم سيدي الرئيس مازال يحلم. انا وجبهه المستقبل الشعب كل مازلنا نحلموا باش نبنيو دوله قويه، نحلموا الحكومه تستجيب لانشغالات وطموحاتنا، نحلموا الشفافيه والمصداقيه، ويرجعوا الثقه بينكم بين المسؤول وبين الشعب. نحلموا بصحافه واعلام ما يخافش ينقل الحقائق كما هي بلا ما يخاف. نحلموا بعودة العداله الاجتماعيه، نحلموا بعودة الامان. هذا هو الشيء اللي رانا نحلموا به. فقط حاجه نحب نقولها لكم، كل الانجازات تاعكم العظيمه والله العظيم ما تساويش دمعه لما تلقى ولدها في 40 سنه وما تزوجش، ما عندوش سكر ما عندوش خدمه، ما تساويش دمعه تاعها وهي تبكي تقول لكم جيبوا لي الجثمان تاع ولدي. شكرا للسيده اسماء زوار، واحيي الكلمات